والله ايش هذا الاسلوب؟ ايش هذا الاسلوب؟ احترم المشاهد يا اخي، تف بهذا الاسلوب على النعمه، هذا دائر. الويش الليبي اليوم انا في السعوديه الرياض فورمولا الليبيه. نفسي ما لقيتش نفسي في ليبيا هيك، فهمتي؟ حاول نستكشف العالم الاخر شنو فيه. نبي نطلع من الحاجه هذه، ما عرفتش كيف. ليبيا كبرنا لقينا روحنا في حرب، الناس تموت، يعني ما عشناش شباب كويس. هذا اللي صار في حياتي يعني. حسيت ان هذا طريقك الجديد كيف؟ مش حسيت، ايقنت. الناس كلها تتصل بي، بدت في السعوديه، بديت علامه مميزه في السعوديه، في الرياض غادي بنعرفكم اني انا هنا في السعوديه، ولو في اي مطعم حاب يدعيني باش نقيم اكله ونشوف السفره والمائده الرمضانيه في السعوديه كيف تكون شكلها، انا مستعد وحياكم الله. لقيت الشباب هنا قالوا لي انت مشهور في تيك توك الليبي، قلت لهم ايه؟ قال لي انا بنسوي حركات تعرف على الليبيين اللي مقيمين في المانيا الليبيين. احنا حاليا في، ما قدرتش انت قاعد في ليبيا، حنفتحوا لايف ليبي الله يهديه اللي ذاقوا، الله يكرمكم ودخل الطعام. طيب احنا الرومانسيه في جده من يوم قفل حق الشرفيه، شوف الزحمه. عندهم شفت ذاك الليبي يسوي اكلهم كذا وبعدين فهمت، ففعلا هذا ما كان كويس ابدا. راح المطعم الرومانسيه اللي يعتبر من افضل وانظف المطاعم، وبدا ينتهج هذا الاسلوب مع كامل احترامي وتقديره. ايش في المقطع الثاني بالله شوف ايش الطعم باين عليه، الدجاج مش بتاع اليوم، والله العظيم انا اسف جدا. يقول لك الدجاج ما هو حق اليوم، الدجاج ما هو حق اليوم. الرومانسيه عنده الاف الطلبات والزحمه، يعني بيبيت لك دجاج بقي من البارح لليوم الثاني عشان يمشي للزباين. مطعم عنده الاف الطلبات.